بص يا صديقي العزيز، هنا في لخبطه غير مقصوده يعني. ان انت قلت 4 ليفلز لكن هم 4 كوليكشنز. انا ممكن يبقى عندي 100 كوليكشنز بس هم 2 ليفلز بس. يعني مثلا تعالى نقول مثلا الفاونديشن بتاعي دايما بنحطها في الاوبشن توكنز، صح؟ في ناس بتعمل كوليكشن للكالرز وكوليكشن للدايمنشن وكوليكشن للتايبوجرافي، فهو عنده كوليكشنز كتير بس كلهم ستيل في نفس الليفل. انت ممكن تعمل كوليكشن لكل كومبوننت از كومبوننت سبيسيفيك توكن بس كلهم في الليفل بتاع الكومبوننت سبيسيفيك توكن. وصلت؟ احنا لازم نفرق ما بين الكوليكشنز وما بين الليفلز. لما نفهم الفرق، طب تعالى نتكلم على الليفلز اللي عندي. انا دلوقتي هتلاقي نفسك انت رابط بليفل واحد او ماكسيمم 2 ليفلز. يعني احيانا بيبقى عندنا السيمانتك وعندنا برضو الكومبوننت سبيسيفيك توكنز، بس في حاجات مشتركه ما بين الثيمز او ما بين البراندز فبنربطها دايركت بالسيمانتك، وفي حاجات مختلفه فبنربطها مثلا بالكومبوننت سبيسيفيك توكنز. وهيبقى عندنا مثال بنطبق على ايه؟ على الحاله دي. ففي الحاله دي انت محتاج تدي له كل اللي انت ربطته. وهنا بقى نيجي لحته ادفانسد شويه. مش فاكر مين اللي سال، تقريبا الاء رضوان سالت من شويه احنا هندي له انهي ليفل، فانا قلت لها باختصار شديد هندي له الليفل اللي احنا رابطينه بالكومبوننت. الموضوع اعمق من كده بشويتين. احنا بندي له الليفلز دي بيزد على الثيمز اللي عندنا. بمعنى اصح، مش انا دلوقتي في مرحله ما لما اجي احول هذه المعلومات كفاريبلز لكود يروح للديفلوبر، مش انا هعمل عمليه تحويل ان الفاريبل دي مربوطه بدي مربوطه بدي مربوطه بدي، فانا عايز في النهايه اديله ده اسم الفاريبل ودي القيمه النهائيه، مش محتاج اديله الليفلز اللي في النص. في مرحله التحويل دي لازم تكون بيزد على ثيم. لو انا عندي color theme light mode dark mode، عندي language theme عربي انجليزي وهكذا. انا اصلا عشان اروح لاداه معينه تحول لي الثيمز structure اللي عندي ده لكود، هنا انا لازم اكون عارف هو الثيم ده بيتكون من كام كوليكشن، هنا تحت كام ليفل. وصلت؟ دي ادفانسد شويه، كومبليكيتد شويه، احنا طبعا هنهرسها بالتفصيل يعني. بس عايز بس اقول لك ان هو كمان في فرق ما بين الكوليكشنز والليفلز، وما فيش مشكله خالص ان انا اكون رابط حاجات باكتر من ليفل. في النهايه انا هسلم للديفلوبر والتوكنز اللي انا رابطها بالكومبوننت بغض النظر هي ليها كام ليفل، بلس ان انا هحط في اعتباري الثيمز ستراكشر. هذا الثيم يتكون من ايه؟ لو ما حدش فهم الاجابه دي عادي جدا يعني، احنا هنهرس الموضوع ده بالتفصيل يعني الكورس مبني على ان احنا بنطبق على البروسيس كلها. افتكر السيشن اللي بعد الجايه بالكتير انت هتكون طبقت على البروسيس كلها، فاحنا هنفضل طول الكورس بنطبق على البروسيس كلها، بس كل مره بناخد تشالنج ازيد وبناخد طرق مختلفه. يعني احنا واحنا بنطبق المره دي خدنا طريقه هنعمل مثلا دوكيومنتيشن بتاع التوكنز، لما هنيجي نطبق المره الجايه هيبقى في طريقه تانيه. بس بلس ان المثال اللي هنكون بنطبق عليه بدل ما كان ما فيش براندز هيبقى فيه براندز، بدل ما كان كلر واحد بس كلر مود هيبقى فيه 2، ماشي؟ لايت مود دارك مود مثلا، وهكذا وهكذا. فهنهرس ده بالتفصيل.